السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة ريفيو جديد من ترنديول. معانا النهاردة القلاية الوحيدة اللي على ترنديول اللي شغال عليها كود الخصم، وهي البراند بتاعها اسمه جروف. هي مش معروفة، فعلشان كده النهاردة تعالوا انقل لكم تجربتي يمكن تفيد حد فيكم. اول حاجة القلاية انا طلبتها من على الابليكيشن لونها ابيض، هي وصلتني اللون الاسود. تاني حاجة هي عبارة عن ماكس بلس 2 اكس زي ما انتم شايفين، 8 لتر ببابين، هنا باب وباب زي ما انتم شايفين كده. وده حاجه جديده مميزه فيها، يمكن ما وصلتش هنا في البراندات كتير، ما شفتهاش في البراندات المشهوره، ولكن هي موجوده في اكتر من براند تركي على ترنديول، ولكن دي الوحيده اللي كان عليها كود الخصم شغال، فانا حبيت اجربها وانقل تجربتي معاكم. المعلومات اللي على الكرتونه من بره كلها في التركي، فخلينا نفتح الكرتونه من جوه ونشوف القلايه ونشوف اخبارها ايه. نسيت اقول لكم على الباكج، كان ممتاز جدا جدا، الكرتونه واصله بحاله فوق الممتازه زي كانك مشتريها بالستور هنا. تاني حاجه من جوه زي ما انتم شايفين التغليف حلو. معانا هنا هو الكتالوج الشرح. اول معلومه معانا ان هي 1700 واط، وده الكتالوج معانا بس برضو هو بالتركي والانجليش. ندخل على بعده. هنا في اللي هي فقرين، دلوقتي بقى هنعرف مكانهم فين واستعمالهم ايه. بس هو مطلية طبقة من التيفال، الخامة كويسة، والبلاستيك اللي في الجناب برضو الخامة بتاعته كويسة جدا. دي المعلومات اللي موجودة معانا تحت في القلاية. أول حاجة هي ال 220 ل 240 فولت، تنفع تشتغل في مصر إن هي 50 على 60 هرتز و1700 واط، وكاتب كمان الموديل نمبر بتاعها، لكن مش يعني في تحت بالتركي بس مش موجود هنا هي بلد الصنع ايه. ده شكل القلاية من قدام، هو مفيش اي معلومات لان هي ديجيتال، مش هيظهر المعلومات الا بعد ما احنا نشغلها ونحطها في الكهرباء ونشوف ايه اللي بيظهر عندنا. هنا عاوزه افتحها لكم عشان نشوف حجمها من جوه. دي حجمها من جوه حلوه حلوه جدا، كمان مناسبه ان احنا ممكن نعمل فيها بطاطس ونعمل جنبها اي حاجه في الجنب التاني. حجمها في 4 لتر، مناسبه جدا جدا. هو كمان مدينا هنا دي هتركب جوه في الراك عشان تقدري انتي تغسليها، يعني دي هتتحط هنا بعد. دي القلايه بعد ما انا شغلتها في الكهرباء، هو كاتب ان هي اير فراير، ممكن تعمل روست، وممكن كمان ان هي تخبز، فيها بيك وفيها اعاده تسخين وفيها دي هايدريت، وممكن كمان لو انت عملتي الاكل وخلصتيه بتعملي كيب وورم، يعني بتسيبيها هي مدفيه الاكل لحد ما تقدر تفصليها. فيها برنامج للبطاطس الفرنش فرايز، وفيها كمان ان ممكن تعملي 2 يشتغلوا مع بعض او واحده بس. وفيها كمان نظام شيك حلو، اللي هي شيك اللي هو التقليب ده، كويسه. بالنسبه لدرجه الحراره فيها اعلى حاجه فيها 200 درجه مئويه. بالنسبه للتايم يعني مش عارفه هيوصل لحد فين، بس لحد دلوقتي 20 درجه. دي كل المعلومات اللي ظاهره عندي في البرامج اللي موجوده عليها اول ما انا فتحتها. طبعا هو على الكرتونه كاتب ان هي ممكن تسوي لحمه او فراخ او سمك او فرنش فرايز. انا جربت عموما في القلايات اللحمه والفراخ، بس لازم بيكون لها طريقه معينه، والبطاطس الفرنش فرايز بتكون رائعه برضو. بس خليني انا هجرب فيها البطاطس وهقول لكم هي سريعه ولا بطيئه. موضح هنا اهو في الكرتونه، دورت تاني ان هي بتستعمل الفرنش فرايز والفراخ واللحمه والسمك، واخيرا لقيت بلد الصنع هي تركي، ماهيش صيني، هي تركي اهي مكتوبه اسطنبول تركيا. ما لقيتش عندي بطاطس، فخلينا نجربها سوا بالطعميه. انا حطيتها اهي في القلايه وابخ عليها بس بخه زيت كده، لو مش موجود زيت عندكم بخاخه ممكن انتوا ايه تدهنوها بالفرشه. هو اعتقد ان الطعميه اقوى كمان من البطاطس كتجربه. يلا بينا نرجع لكم بعد ما نخلص نشوف في كام دقيقه خلصت. ايه الجمال ده يا جماعه، الطعميه طالعه رائعه جدا، لونها حلو، التسويه جميله، وقتها كويس جدا، ما خدتش وقت. هي الطعميه كانت فروزن وانا بخيتها زي ما شفتوا بس بالزيت. ده كان الريفيو بتاعنا النهارده، اتمنى يفيد الجميع. يا ريت اللي يعجبه الريفيو بتاعنا يعمل لي سبسكرايب ولايك للقناه، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.